شاء الله. أحبتي، دعاء اليوم 11. احنا قلنا الأدعية بالنهار، وهذا الدعاء يقرأ بالنهار إن شاء الله. وعن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من قرأ هذا الدعاء يكتب الله سبحانه وتعالى له حج مقبولة مع النبي صلى الله عليه وآله. دعاء بسيط بس الأجر عظيم إن شاء الله. خلينا أنا وياكم نقرأ هذا الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. دعاء بسيط إن شاء الله وتحصلون على هذا الأجر. خلينا نأخذ كم سؤال وأبدأ بسؤال. ما شاء الله احنا في شهر رمضان تبدي هذه الأسئلة. أنه ما حكم مثلا، هو ذاكر الأخ العزيز، لعبة المحابس بدون رهان؟ يقول هل فيها إشكال؟ من حيث اللعبة هي نفس اللعبة ما بيها إشكال، ولكن احنا دا نسمع من هنا وهناك أن هذه اللعبة يدخل بها مثلا الغناء، يدخل بها الرقص، يدخل بها مثلا الكذب، التدليس عفوا، الألفاظ النابية. يعني هذه الألفاظ مو صحيحة، احنا نسمع. أما يقول أنا وأخويا جاي نلعب بيناتنا، أكو إشكال؟ لا، ماكو مشكلة، نفس اللعبة ما بيها مشكلة إن شاء الله. ما حكم؟ وشوفوا يعني احنا قلت لك في شهر رمضان دا تصير هذه، وأنا ما شلون أذكر هذا السؤال، ما راح شلون أذكره ما أدري زين. يقول: ما حكم مداعبة الزوجة؟ وصول الزوجة إلى الذروة لكنها لم تنزل، هل عليها غسل؟ وحكم الصيام؟ حكم المداعبة ما بي مشكلة، ولكن الأفضل الترك. يعني هسه صارت عزيزة وصارت محبوبة، يعني ما تصير إلا بنهار شهر رمضان. على كل حال إشكال ماكو، بس احنا نفضل الترك في نهار شهر رمضان. اتركوا وجعلنا الليلة لباسا، مو زين. يقول: حكم هل عليها غسل بما أنه هي يعني لم تنزل؟ لا، ما عليها غسل. وحكم الصيام أيضا، الصيام صحيح ولا إشكال فيه. ابني عمره، هذه الأخت تسأل تقول ابني عمره 11 سنة زين. تقول هو صايم بس مرات ما يقدر يعني يصوم، فأكو إشكال بالإفطار؟ لا، ماكو مشكلة، هو ما عليه تكليف شرعي. تكليف شرعي بعده ما صاير عليه. جيد أنتم تدربوه جيد، ولكن لا تلحون عليه، خليه براحته. أسأل من الله سبحانه وتعالى التفقه في دين آل محمد، ولا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.